من اسبوع الدنيا اتقلبت. خير، في تمساح؟ لا، دول تماسيح في مصرف بلبيس، والناس تقول احنا شفناه بيطلع على الجسر. دول اكتر من واحد، احجام مختلفه واشكال مختلفه. طب ايه الموضوع وايه اللي جاب التمساح هنا؟ وهل هم فعلا اكتر من واحد؟ وحتى لو موجودين ازاي نقدر نتخلص منهم؟ واسمع القصه. خليني اخدك يا صديقي من شهر فات تقريبا. شوف انا عارف من امتى، او بمعنى اصح غواصين الخير. كابتن عادل ضبيش اللي هو اصلا التمساح ظهر قدام بيته، وطول المده دي كان بيبحث عنهم في صمت وناصب ليهم فخاخ والشباك وعامل اكتر من مصيده. وطبعا كابتن محمد الدولار ومصطفى كساب وكابتن شحات ابو عيش بعتولي من شهر تقريبا وقالوا لي في تمساح في المنطقه دي. ولو تفتكروا قصه الخمس اشخاص اللي كانوا بيطلعوهم من رشاح بلبيس، شافوا حاجه زي التمساح بس ما كانوش يتخيلوا. ده غير كمان حادث الطفل اللي طلعوه قبل كده، لما طلعوه كان من غير دماغ برضه في نفس المكان. أكيد بتسأل نفسك يا صديقي دلوقتي وتقول لي طب هو التمساح ده جه منين؟ السبب الأقرب هو إحنا، أو بمعنى أصح الإتجار بيهم في الأسواق. زي سوق الجمعة مثلا، متداول جدا بيعهم وشراهم وتربيتهم كمان. أنا مش فاهم حضرتك رايح تشتري تمساح تعمل بيه إيه؟ وتربيه وتأكله، هي ناقص تكاليف؟ المشكلة مش في كده، المشكلة إن هو لما بيكبر بيرموه في أقرب ترعة. فرقم واحد كده لازم حظر بيع وتداول التماسيح، لأن ده مش سمك زينة. الأهالي في المنطقة حاليا عايشين في رعب. منطقة السدرة وعزبة بسيوني وقرية الزوامل وحتى كوبري البساينة والطواحنة، 3 مصارف ورا بعض هناك لحد بحر البقر. وجودهم في مناطق مأهولة زي دي بيمثل خطر كبير على السكان، خصوصا الأطفال، لأن كمان في مدرسة هناك. شهود عيان هناك بيقولوا إن هم بيظهروا وقت العصرية، ولما بيلاقي ناس بينزل المية تاني. من لقاء كابتن محمد الدولار مع اليوم السابع، قال إن الرشاح والمصارف بيئة خصبة جدا للتمساح اللي هو ياكل منها، لأنه بيتغذى على الحيوانات اللي فيها. وجي في الحيوانات النافقة، يعني لو بقر ميت، حمار ميت، أو حتى القراميط والأسماك اللي في المصرف. الطفل ده سبحان الله تعالى احنا جبناه من غير راس. طب هو كان جاي من غير راس؟ لا، احنا ما حطيناش في دماغنا اصلا ان في وقتها كان في تماثيل. صاحب مفحمه حاطط كاميرات مراقبه، فكاميرات المراقبه هي اللي جايبه الايه؟ الواقعه بحقيقتها، يعني مش صوره مفبركه. الدولة اتحركت والطب البيطري كان هناك كمان وكتب تقارير، واتشكلت لجنة من المحافظة كمان. طب سؤال بقى، ايه الحل؟ كابتن عادل ضبيش بالتعاون طبعا مع الناس قدر ان هو يمسك واحد، ونتمنى اللي هو يكون هو ده. بس الخطة اللي هم عملوها بالفعل ان هم يوزعوا نافق فراخ مليان سم برا وبحرا في الاماكن اللي هو ظهر فيها، ونخلي المكان 48 ساعة. ونتمنى سور للاهالي هناك يفصل الشارع عن مصرف او عن جسر المصرف. المخلفات اللي بيطلعوها من المية لازم ليها عربيات وتتشال، ما تتحطش على الجسر. وهأكد تاني، منع وحظر بيع التماسيح او التعابين اللي بعد كده بتترمى في النهر. من الاخر كل فعل غلط صغير بنعمله بيجي على دماغنا في الاخر، وبعد كده نرجع نقول الحقونا.